كيف يجعل الإمام علي عليه السلام فاطمة تفتح الباب لعمر وأبي بكر وهو كان من أحرص الناس على ستر عرضه وشرفه؟ هاي وحدة. ثانيا اللي يروى مقتل الزهرة إذا هو موالي وين كان؟ أنا أدري خدمة الإمام علي عليه السلام روى الحادثة مال مقتل الزهرة للإمام. زين أنت كموالي من تنقتل الزهرة شنو تقعد تتفرج؟ وواحد يجي يقول لي الزهراء على مود قطعة أرض مال فدك. صارت الطلابة مع عمر يعني المشكلة الخلاف. أنت تعقلها النبي اللي فتح مكة بحال أرض فدك أهل البيت. زين إذا هم يدورون قيعان أهل البيت عليهم السلام، أنت العاقل الموالي العاقل، شو يسوون أهل البيت باتوا أكثر سنين من عمرهم جوعانين؟ الإمام علي عليه السلام درهم واحد من بيت المال ما ملك من زهده بالدنيا. ودليل أقوى لما تيجي تقرأ قصة عمر بن الخطاب تجد أنه أسلم بسبب خادمته اللي هي امرأة كان يضربها، ضربها لحد ما تعب وهي كانت تتحمل ضربات، فقالت له قواني ربي وأضعفك أنهك حيلك، يقول لك بسببها أسلم بالله. زين انت ذا من خادمة بسيطة أسلم تريد يضرب فاطمة بس عقلها. أضربكم هاي هاي بعد دليل أقوى ما أخو يعني هاي صدق بوز المدفع مثل ما يقول. لما مات النبي صلى الله عليه وآله وسلم فاطمة قد بقت بعده عليه السلام 40 يوم، يقول لك ب40 النبي بعد 40 يمكن توفت بالروايات. زين وهي يقول لك كانت تعلم انها ملاقية أبيها عند الله عز وجل. زين اللي تدري بنفسها وبأيامها قربت تتطالب على ورث. ونهاية الفيديو أتمنى تكونوا استفاديتوا من هالشي، وصدقوني هاي الفعلة الطائفية مستفادين منها أغلب التجار أمثال من القريشي وعلى المهدوي والتصاعدين بعد.